لكل أم متعبة، لكل أم مرهقة تعبانة نفسيًا وجسديًا، الكلام ده ليكِ يا حبيبتي وليّا قبل ما يبقى ليكِ. لكل أم، أنتِ مش بس أم، أنتِ العمود الفقري للبيت، لازم تخلّي بالِك من نفسِك ومن نفسيتِك ومن صحتِك. ما فيش حد بيهتم بينا، قليل، قليل جدًا اللي بتلاقي الاهتمام والحب من زوجها ومن أولادها في الزمن اللي إحنا فيه. لازم ندّي لنفسنا قسط من الراحة، لازم إحنا نحب نفسنا، لو حبينا نفسنا هنقدر نحب اللي حوالينا. لو استنيتِ الحب الكامل وإنِّك حد يقدّر تضحياتِك ويقدّر عمايلِك وشغلِك في البيت وتضحياتِك عشانهم، يبقى أنتِ غلطانة. ما فيش حد بيقدّر حد، لازم تحتسبي أجرِك عند الله سبحانه وتعالى. لو ما عملناش كده واحتسبنا اللي عايزين أجر منهم، يبقى خلاص مش هنلاقي أيوه نتدمّر نفسيًا، لإن قليل جدًا اللي بيقدّر الأيام ديّة. فأنا نصيحتي ليكِ وليّا إن ندّي لنفسنا قسط من الراحة، نتنفّس، نحاول نروح مكان هادي، نروح نتمشى في مكان، نحاول نعمل لنا أوضة كده أو رُكن ناكل